حبايبي ومتابعيني على قناتي انا وبناتي اماراتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكيكه الاقتصاديه دي غرقانه في صوص الشوكولاته. بس قبل ما ندخل في المقادير، يا ريت اللي اول مره يشوف قناتنا وحابب يشترك فيها يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. حبيبي، وعشان نعمل الكيك القمر اللي غرقان في صوص الشوكولاته ده، عندي مقاديري سهله جدا وبسيطه، من غير بيض، من غير سمنه، من غير زبده. هنعمل كيكه روعه روعه روعه. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه هنا. كوبايتين من الميه، كوبايه من السكر، 3/4 كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الكاكاو الخام، عندي معلقه من الخل، عندي معلقه صغيره من البيكنج صودا ورشه ملح، عندي فانيليا، عندي كوبايتين ونص من الدقيق منخولين اكتر من مره حسب ما تحبي بقى، مره 2 3 4 عشان ندخل فيهم هوا، لان احنا ما عندناش بيض وما عندناش ماده رافعه. ندخليهم كويس جدا. احنا عايزين ايه بقى في الاول؟ هقول لكم الاول احنا هنعمل ايه في الاول بقى عشان نعزز طعم الشوكولاته في قلب الكيكايه دي. هناخد كوبايه من الميه كده، وهناخد اي نوع من القهوه الفوريه، هناخد منه معلقه حلوه كده مليانه وندوبها في الميه الدافيه. ناخد معلقه كده وندوبها في الميه الدافيه كويس، عشان دي اللي هنستخدمها بدل اللبن او بدل هي تكون الماده السائله بتاعتنا. انا عامله كوبايتين ليه؟ عشان لو الكيك طلع القوام بتاعه سميك هنزود ميه لغايه ما يبقى القوام مظبوط بالظبط. عندي هنا بقى كده في الطبق بتاعي ده، انا هشيل دي كده شويه عشان نبدا نشوف احنا هنعمل ايه. هننزل بقى بكل المواد الجافه. عندي دقيق منخول زي ما قلت لكم، هنحط عليه البيكنج وهنحط عليه رشه الملح، هنحط عليه كمان السكر. نزل بس كميه السكر كلها كده. هندخل كمان الكاكاو عليه، ده نص كوبايه من الكاكاو. ندخلها كويس كده عشان ساعات بيبقى فيه حبيبات وتكتلات في الكاكاو، او زي ما انتم شايفين كده في تكتلات في الكاكاو. هنبدا نعملها كده بالسباتولا بتاعتنا او المعلقه او اي حاجه عندنا، نفك كل التكتلات دي. نبدا ندخلها كويس جدا ونفككها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. لما انا خدت الكاكاو بتاعي كده، هبدا اقلب كل كميه المواد الجافه كده على بعضها كويس، اقلبها مع بعضها كويس كده بالشكل دون. وهبدا بقى انزل عندي بكوبايه الميه اللي عليها القهوه الفوريه، وهنزل كمان بالزيت اللي عندي. انا عندي هنا صينيه انا دهناها بالزيت برضو. هقلب كده هقلب في اتجاه واحد عشان ندخل فيها هواء برضو زياده. هنحط كمان شويه ميه عشان القوام شكله تقيل، وهنحط كمان الخل، معلقه الخل، وهنبدا نقلب لما تديني قوام ممتاز كده اعرف اصبه في الصينيه بتاعتي. انا هنا ضفت كوبايتين ونص من الميه، احط الفانيليا واقلب تقليبه كمان صغيره كده. انا عايزه القوام بتاع الكيك يبقى كده، مش عايزاه يبقى سميك قوي. هنحطه في الصينيه دي صينيه متوسطه كده. الفرن بتاعتي جاهزه على درجه حراره 170 على رف اوسط لمده من 30 ل 35 دقيقه. دخلها الفرن بقى، بس عايزين نشوف الدنيا من تحت كده عشان ما تبقاش في تكتلات ولا حاجه. خليته يبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. نبدا
بقى نقلب في الخليط من تحت لفوق كده عشان نشوف فيه تكتلات ولا حاجه في قاع الطبق. خليط كده كويس جدا. هننزل بقى بيه في الصينيه كده، ننزل كل الكميه اللي عندنا. دلوقتي بعد ما صبينا كده الخليط هنروح عاملين كده عشان لو في هوا زياده يطلع. نروح مدينا خبطتين كده على الرخامه وندخلها زي ما قلت لكم على درجه حراره 170 على رف اوسط من 30 ل 35 دقيقه. ندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. حبايبي بعد ما طلعت الكيكه بتاعتنا هنسيبها تبرد شويه وهنبدا بقى نعمل صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته عباره عندي عن ايه؟ طبعا كوبايه الميه دي ممكن تحط كوبايه لبن، احنا بس عشان صايمين هنعمل صوص اقتصادي جدا. كوبايه ميه دافيه، عندي هنا كوبايه من السكر، عندي كوبايه من السكر، عندي كوبايه من الكاكاو الخام، عندي معلقه من النسكافيه او القهوه الفوريه عشان تعزز لنا طعم الشوكولاته، وعندي كيس فانيليا. الزيت بقى واحنا مشغلين الخلاط هننزل بيه واحده واحده عشان يتقل لنا صوص الشوكولاته ويدينا طعم حلو. بس انا هعمله كده في الخلاط عشان ما ازعجكوش. دلوقتي حبايبي بقى هنعمل كده فتحات في قلب الكيك كده. انا طبعا المفروض ان احنا نحط لبن عليه سكر او لبن حتى كده ساده، بس انا هحط دلوقتي نص كوبايه ميه وعليه نص كوبايه ميه دافيه وعليها معلقه سكر، ونبدا نسقي الكيك كده عشان نديها شويه من الطراوه قبل ما نحط عليها صوص الشوكولاته الاقتصادي. برضو هي دي اقتصاديه جدا. بعد ما نخلص كده هنبدا نحط الشوكولاته، صوص الشوكولاته بقى كده ندخلها التلاجة شويه. ادي صوص الشوكولاته بتاعنا، عايزينها تبقى غرقانه كده في الشوكولاته. هنجيب ودي حبايبي بقى الكيكه بتاعتنا بعد ما خلصت شكلها تحفه. انا حطيت عليها شويه سبرينكس كده شوكولاته، ممكن تحطوا عليها شوكولاته شيبس اللي انتوا عايزينه. ونطلع حته كده ونشوفها. بسم الله، غرقانه في الشوكولاته، تحفه تحفه تحفه. اول حته طبعا بتبقى مش مظبوطه قوي، بس نحاول نطلع حته كده ونوريها لكم. معلش بتفرجوا على كاس العالم بس. بسم الله، اوبا، معلش الاولانيه دي. عايزاكم بقى تشوفوا لي بقى الجمال. شايفين الكيكه طريه وجميله، شايفين شكلها عاليه ازاي، تحفه، مليانه شوكولاته وجميله. الله، طعمها ولا احلى حته جاتوه. جميله جميله جميله، اتمنى تجربوها. والاول مره يشوف قناتنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. الكل بحبكم قوي، اشوفكم في وصفه احلى. باي باي.